كان 250 ألف يورو. أنا نعم. لا أوافق، مثل ما لا أوافق بأن يتم تبذير الملايير من الأموال الجزائريين في أي مشروع كان. نعم، قبل أن أذهب إلى أبو علام، باعتبارك أنك كنت في تلك الفترة طبعا مع جورج ليكاس، أتذكر جيدا لما كان نعم. أيضا نعم. سعيد حدوش في الحصة اللي لما كنت في التلفزيون الجزائري، قيل أنك كنت وسيطا طبعا مع سعيد حدوش بقدوم جورج ليكاس. كنت أيضا في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، صحيح؟ أولا أنا ذاك أنا كنت مكلف بالإعلام في الاتحادية. نعم، ومكلف بالإعلام ناطق رسمي. لن أزيد على ما قاله سيد علام نارو منذ حين عن الرجل. أنا لا أريد أن أزكيه ولا أريد أن أنقص من قيمته، لأنني 13 سنة الآن ما عرفتوش، مش عارف كيف صار الآن هذا الويكند، ولكن لن أضيف أكثر مما قاله. هو كان إنسان محترم، كان إنسان محترم لمن حوله. نعم، لكل الذين كانوا يعملون معه. بس تقول لي ما عندوش قدرات، يكذب من يقول لك بأنه ما عندوش قدرات. لم تجب. كنت وسيطا حفيظ؟ هل كنت وسيطا في جبهة الجزائر سنة 2003؟ لم أكن أعرفه أنا قبل 2003، لم أكن أعرفه، وبالتالي لم أكن وسيطا. حتى ولو كنت وسيط فأنا كنت عضو في الاتحاد الجزائري. طبعا تتوقع أن ليس ما وسيط، ليس ما وسيط. توقعاتك بالنسبة لهذا الوسيط اليوم راه يتقاضى أموال، الوسيط الآن راه يدير. مؤكد تريد القرار باختصار. نعم. لا، باش نضيف واش كان يقول حافظ برك. حتى جورج ليكانس ولا حتى لو كان جبنا رودي غارسيا ولا نيمبورت كان اونترينور كبير، ما يكفيش هذا، لانه هذا المدرب ما عندوش العصا السحريه. الاشكاليه وين راهي في المنتخب الجزائري؟ هو عندنا بنك الاحتياط، الطاقم الفني تاع المنتخب الجزائري انا اعتقد انه ضعيف، لانه صح انه رئيس الاتحاديه يتحدث عن الاستقرار ببقاء نغيس ومنصوري، لكن لازم يطوفي لو ستاف تكنيك باش هذا المدرب تكون هناك عمليه استقرار، لانه حنا المشكله في الجزائر في الطواقم الفنيه لي زادجوان بين قوسين، لي زادجوان في المنتخب الجزائري ما كانوش يأدوا الدور تاعهم على أحسن. وهذا ما نتحدث عن معه مع أبو علام نارو. اخي سؤال حفيظ الراجي حتى نختم معك، طولنا عليك طبعا. تتوقع النجاح لهذا المنتخب قياسا بالسيره الذاتيه تاعو، قياسا بالنتائج اللي حققها مع المنتخب الجزائري او مع منتخب تونس او مع الانديه اللي دربها؟ تتوقع نجاحه في ظل الامور اللي حدثت مع المنتخب الجزائري مؤخرا؟ اولا اتمنى نجاحه. تتمنى لا تتوقع؟ اتمنى نجاحه. اتوقع ان يكون فيها رده فعل من جانب اللاعبين في المباراه امام نيجيريا، لان الامر بالنسبه اليهم تحدي كبير، الامر بالنسبه اليهم قضيه حياه وموت، الامر بالنسبه اليهم هي قضيه رد اعتبار على كل ما حدث وعلى كل ما قيل. انا اتوقع ان يكون رده فعل. اعرف عن ليكانز بانه قادر على اشعال تلك الشعله في اللاعبين، قادر على تحفيزهم لانه يعرفهم جيدا، يعرف كل اللاعبين جيدا، لن يكون بحاجه الى وقت لكي يتعرف عليهم. انا اتوقع واتمنى ان تكون ردة فعل قويه، اما ان ينجح المدرب او يخطئ فهذه النتائج هي التي تحكم. والمباراه امام نيجيريا كاس العالم وكاس افريقيا ستكون معيارا مهما بالنسبه لمحمد راوراوا حتى بقاء او رحيله شهر فيفري المقبل. شكرا جزيلا حفيظ الدراجي، كنت سعيدا بتواجدك معنا. شكرا جزيلا. أبو علام ناروم، لم نشرك كثيرا في هذه، عفوا عن المقاطعه لانه كان قد دخل رضا عباس حول هذا الأمور. بالنسبة لهذا المدرب بعد الفترة الطويلة، هل يمكن قياس مدى نجاح مدرب خلال تجربته مع المنتخب الجزائري أو مع منتخب تونس أو حتى مع النوادي اللي دربها؟ آخر نادي الأوكران تخلى عليه بعد نتائج 3 انهزامات متتالية ونتائج سلبية. 12 مقابلة حصد 10 بعيدا أبو علام ناروم عن إنسان طيب غير طيب يتعامل مليح. الآن إلى الأمور الأخرى، تفضل. أكيد اسمح لي، يعني حوالي تقريبا ساعة. الآن أنا مرتاح أنه عندكم نقاش خاص بالصحفيين. أنا اليوم فهمت أشياء، يعني أنا يسعدنا لما أنت تشاركنا في الحديث. لا يعني كان الحوار تاعكم شيق، ولازم احنا ندير مجهود باش نفهم، يعني ماهوش فني. تواضعا من الكبار. هكذا هم الكبار. تفضل. لا نحاول نقرا، يعني هم الكبار. بين الاسئله والجواب فيه اشياء لازم، يعني ماهوش سهله، لكن الحمد لله الان يعني انا يعني كما نقول لك مجيئي لهنا وما ننتظره اكثر شيء ان شاء الله، كما نقول لك نفيذ اكثر شيء كما نقول لك المتفرج الكريم. سؤالك في محله، لأنه أنا لو سمحت دائما عندي ناس نركز عليهم بس ننطلق.
الشيء اللي كمل به الاخ رضا قال لك الان نجاحه يقدر يكون يبدا منين؟ الان الامكانيات موجوده، حتى ممكن اللي كانس الان متحمس على كل الاشياء الموجوده الان موجوده صح؟ الان شيء ثاني انا نشاطر رضا في هذه، الان لازم وانا دائما نتكلم عليها نحاول نطوفيو لو ستاف تكنيك كي سور ليشال انترناسيونال راهو يلحق حوالي 14 نسخش يعني لو ناخذ لي زادجوا يكونوا بين إذا كانوا 14 بالصورة اللي هم موجودين حاليا لا نستحقهم، يأخذون الأموال فقط، لأنه البعض سامحني بين قوسين يضع إلى لي بلان، وتحدثنا مع بعضهم لا يعرفون، سامحني مع احترامنا للمدربين. تفضل. بارك الله فيك. يعني انت شوف، انت انا نقول لك الشيء المفروض يكون نعم. بعدين لو نحاول نناقش او كما نقول لك نحاول نحلل نعم. الان هذا يعني المدرب لو نشوف يعني باش تشوف يعني حتى في تغيير كثير من 2004 و2016 طبعا. هو يوم جاء لكاس في المره الاولى كان فرد يجي معاه ماناجر باش يقوم له من الناحيه الاداريه، على ليبوك يزابلي سا لو ماناجر دو ليكيب، يعني هو اللي يقوم حتى بالرحلات، يعني حتى كيف يقولوا يعني مغادره الملعب، يعني كلها اشياء حتى الحق هذا جاب ستيفان باول حتى الحق هذاك حتى الحق وين يدير سكوتينغ، لانه كانت لا فيديراسيون انذاك كانت تحوس نفسها يعني بكل صراحه. الان هو متحمس، الان انا نشاطر اخ رضا، الان احنا لازم هذا وقت انه لازم كل مدرب اذا جبنا مدرب اجنبي يعني دائما نديروا مجموعه تكون معاه، حتى هو كان معاه اظن في الفتره هذيك كان معاه بوعراطه واستقل. بوعراطه استقل لانه كانوا يعطوا له 80 مليون في تلك الفتره، ثم جاء محمد ميهوبي. نعم، هذه الامور البعض لا يريد ان يذكرها. تفضل. هذا ساذكرها. هذه من باب الصحافه يعني متعود عليها. نعم. لا لكن احنا حبينا كما قلت الان كما نقولوا وجود منصوري يعني بكل صراحه يعني موجود لا محل له من الاعراب. يعني كما نقول لك لو كان كورديناتور، لو كان عندنا واحد ممكن نقولوا وطني كما كان رابح عنده مشاكل مع يعني المغتربين نقولوا ممكن، لكن هذا صار حتى صار انه ممكن يتدخل، شفنا بعض الاحيان بالورقه وستيلو في البنك وممكن يتدخل في اشياء. قيل لنا بانه ماناجر، بعد ذلك توفيق قريشي من يدرب المدربين هكذا قيل لنا بانه قال بلي هذا ليس بمدرب انه ماناجر، الان هو اللي يتدخل في ظل هذا الوضع. ابو علام ناروم عفوا، في ظل هذا الوضع بالنسبه للمنتخب، الاحداث اللي صارت بعد مواجهه الكاميرون قبل بعد، وما سمي بانه فيه مشاكل كثيره بين اللاعبين، ترى بان هذا المدرب قادر على مص تلك المشاكل واعطاء قوه لهذا المنتخب امام مواجهه مصيريه مع نيجيريا؟ شوف الان الشيء اللي قالوا اخ دراجي انه ما نقدرش نحكم على واحد، لكن الان هذا كما عرفناه حتى الان هذا يعني قادر لهذا الفريق ولهذا اللاعبين كما راهم. نعم. يعني كما نقول لك النتائج شيء ثاني، نعم. لكن كما نقول كانت لو كانت فلوس قال بين قوسين هل مسموح لراوراوا باش يجيب المدربين، يعني من ناحيه نهضروا من ناحيه الدوله يعني هل مسموح له هذه؟ نعم. لكن احنا من الناحيه الفنيه لازم نشوفوا هذا المدرب لحاله كما يقول لك لازم له طقم، وحنا لازم هذا وقت لازم تكون عندنا عقليه انه الطقم يا قادر تجيبوا 18 تاع مورينو، يا اذا ما تجيبش هذوك لازم دير الناس اذا راح تبقى كما نقول لك. سأطرح عليك سؤال بمختصر قبل ان نذهب الى رضا عباس. اعطيك الكلمه رضا عباس. كنت وراء جلب حليلوزيش لان كنت في المديريه. ما ليش جلبه؟ لا درست ملفه. لانك كنت من الناس اللي اقتنعوا بحليلوزيش، والجميع يرى بانه كان خيارا صائبا بدليل النتائج التي حققها هذه المره بدون مديريه فنيه. الا ترى بان من غير المنطقي ان رئيس الاتحاديه هو من يقود، هو من يرى هو من يرى تلك السياره الذاتيه؟ والله حسب الصحافه عرفنا كما قال الاخ رضا انه كانت فيه لجنه، انا يوم كنت هناك نعرف انه كانت فيه لجنه وكنا موجودين في المكتب. نعم. وبعدين قدمنا كانوا 2 أو 3، نعم. حتى كان الثاني لو جبناه كان ممكن توشك يعني كان انا ذاك صحيح دوزيام بوزيسيون يعني تشوف هذه الاشياء انه كانت،
لكن الان اذا احنا قرينا انه كانت فيه لجنه والاخر اذا يقول لك انه ما فيش، هذا يعني سؤال كان ما نقدر لم نجاوب. يتم ذكر ولا اسم من هذه اللجنه. تفضل. نطرح لك سؤال الشيخ اللي نعزو بزاف. طبعا كلنا نحترم اللجنه هذه وشكون هي اللجنه؟ نعطي لك اسم برك اللجنه باش نعرفوا اللي كنا فيها احنا. لا ماشي انت. هو يقول لك استنادا على كلامه. انا اللي نهضر. بكري في وقتكم كانت مديريه، كانت شويه مديريه، كانوا الناس كانت بنايه، بدينا نبني. شوف حكيم لو بروبليم بالك الشيخ وانا نشاطروا الراي. شوف كاين الا النتائج والوقت اللي راح يثبتوا هذا جورج ليكانس راح ينجح ولا ما ينجحش. الاكيد كاين معطيات، هذوك المعطيات تخلينا اننا نتشائم. مش هما المعطيات اللي هما رضا انا نقولهم لك دوكا. اولا هاو كان يقول الشيخ لازم ان ستاف تكنيك، لازم ان ستاف تكنيك ايطوفي. هذا المعطى غير موجود. نكمل لك حكي ان شاء الله يكون. شوف المشكل احنا رانا جبنا مدرب. الاشكاليه في رئيس لا سونتراليزاسيون دو بوفوار هذا واش معناتها؟ معناتها كي تجيب مدرب الانترلوكوتور الوحيد معاك سي روا غدوه يغيب روا تصرى مشاكل في المنتخب الجزائري. هذا واش نفهم. صحيح. هذه وحده. ثانيا لازم على هذا اللي كي يجي صحيح انه كان في 2003 كان يقول لنا دوما دركا ما كاش دوما. لازم نفهموا هذا جورج ليكاس باللي هذا الشعب الجزائري يفهم الكره الجزائريه حبه ولا كره. لازم يفهم باللي ان سارتان بوعلام لاروم يمد الشهادات للمدربين الكبار. طبعا لازم يفهم باللي احنا في الجزائر اوني با دي نوزيف. وهذه النقطه اراد البعض بان يمحيها. كما يقولوا احنا ما جيناش من عدم، عندنا تقاليد. اوني با اون ناسيون دو فوتبول باسكو اون ناسيون دو فوتبول لازم تتقاس بالانجاز، تتقاس بالعدد المنخرطين، لكن عندنا مبادئ تاع كره القدم. الناس المشكل تاع رايفات ولا قبل غوركيف ولا الناس هادو اللي يجيبوا هذا غوركيف يفهموهم باللي في الجزائر ما كاش جزائريين، ما كان حتى واحد تقني اللي راكم تسمعوهم في البلاطو هم حابين يحكموا بلاصتكم. نو هاو الشيخ انا ماشي حاب يحكم بلاصتو باسكو عندنا كلمه انا نهضر كجزائري قبل ما نكون صحفي. نعم. هذا هما المعطيات حتى اللي حبيت نقول لك باللي تخلينا نتشائموا. لانه هذا جورج اللي كان كي جا واش عنده عصا سحريه؟ ما عندوش عصا سحريه. نعم رضا عباس. ولكن بوعلام لاروم تريد القول شيء قبل ان نطرح عليك سؤالا؟ انا ما عجبنيش رضا كي يقول نتشائم يعني لا ماشي فهمتك. تفاءل خير. تفاءل خير. لا نتفائل خير. انا فاهم كل المعطيات صح. بالك نروحوا للمونديال ونروحوا ندوروا كوب دافريك مي اسكو هذه لم يبقى لي الا 3 دقائق من الوقت. بوعلام لاروم هو يقول لك انا اكثر حماسا من فتره سابقه. هل ترى بأنه قادر بعيدا عن التشاؤم بعيدا عن التفاؤل من خلال المعطيات اللي عندنا؟ احنا عندنا لاعبين خلينا نقولها صحيح انهم نجوم واسماء وتعطات للجزائر وتبقى جزائريه واعطات، ولكن ايضا تقدر تفرض رايها على الناخب الجديد. في ظل كل هذا الوضع تقدر يكون هذا المدرب مهم بالنسبه للمنتخب الجزائري وانت على مباراه هامه حاسمه امام نيجيريا ثم تذهب الى كاس افريقيا. هو على كل الان على شخصيته وعلى شغله احنا نتمنى يعني هو قصته كي يقول لك نتشائم يعني بالمعطيات الموجوده، لكن احنا يا نتفائل الخير دائما نتفائل الخير لانه الجزائر حتى الان حتى ولو يعني نشوفوا يعني المباراه الاولى تعادل هذوك ما يخليناش كما نقول لك نرميو المنشفه كما كاين 15 نقطه. بارك الله فيك. 15 نقطه وجود تو بوسيبل. وبالعكس كما نقول لك الان ممكن مع هذا احنا ما كناش نتمناو نصل الى هذه الوضعيه، لكن الوضعيه الان راهي تتحلل من ناحيه كما نقول لك الاعلاميه ومن ناحيه التقنيه. ان شاء الله احنا الشيء اللي نقدروا نقولوه انه ما دام هذا المدرب احنا ممكن الحاجه اللي راهي تمشي لصالحه انه غير كما لعب كوب دافريك ويعرف الاشياء. ممكن الناس اللي كان تاق فيهم وممكن ما مشاوش معاه في الفتره هذيك ممكن انا راح يحتاط. هذا ما تقوله رضا عباس. يقول بان اغلب التونسيين يقول لك، وتحدث مع خالد بدر تحدث مع كثير من اللاعبين، يقول لك انه ليس صالحا للمنتخب الجزائري قياسا بمستوى اللاعبين وقياسا ايضا بالقدرات الفنيه التي يملكها هذا المدرب. هذا ما يقولونه. شوف لو سي في سي تري امبورطون. التاريخ سي تري امبورطون. درك انا هذا المدرب كان في لوكران بعد 12 الجوله 12 مقابله حصد الا 10 نقاط وتم الاقاله تاعو. انا كصحفي ماشي تقني، انا هكذا كي يجوني لي ساتيستيك. راح لتونس لم يعمر الا عام ومن بعد الاتحاديه
نعم. طلاق بتراضي بينه وبين الاتحاديه. وين راح هذا المدرب؟ لم يعمر طويلا. بالك الشيخ يقدر يقول لك عنده شخصيه وعنده كذا، باسكو توتي ريلاتيف. هذا لازمنا الوقت والنتائج هي اللي تحكم على عمل المدرب. قياسا بحديث روراوة، هل ترى بأنه كذب على الشعب، كذب على الجمهور بجلب مدرب كبير، أم أن هذا المدرب هو الأنسب بالنسبة للمنتخب؟ أنا باعتقادي أنه واش كان يصرح روراوة وهذا اللي كان خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا. فوالا تفضل. رضا، لا ننسى شيء، أنه عندك موعد أنك لازم تبعث القائمة. يعني لو ما فريناهاش هذا المدرب بعتوها بعتوها من قبل ما يجي لك الانسب باختصار، هل ترى انه قاد الانسب؟ والله حاليا يعني احنا ما عرفناش كل محيط، لكن اتمناه ان شاء الله، انا ارى انسب واتمنى انه نكون صوابين فيه. كنت سعيده بتواجدك معنا، دائما نفرح لما تكون لانك تفيدني وتفيد الجمهور. شكرا لك رضا عباس، ابتسامتك تعطينا اكثر من تفاؤل. شكرا لكم مشاهدي الافاضل. مبادئ تاع كرة القدم. الناس المشكل تاع رايفاش ولا ما قبل غوركيف ولا الناس هادو اللي يجيبوا هذا غوركيف يفهموهم باللي في الجزائر ما كاش جزائريين، ما كان حتى واحد تقني اللي راكم تسمعوهم في البلاطو ام حابين يحكموا بلاصتكم. نو هاو الشيخ العنا ماشي حاب يحكم بلاصتو، باسكو عاد نقول كلمه انا نهضر كجزائري قبل ما نكون صحفي. نعم. هذا هما المعطيات حتى اللي حبيت نقول لك باللي تخلينا نتشائموا، لانه هذا جورج اللي كان كيجا واش عنده عصا سحريه؟ ما عندوش عصا سحريه. نعم رضا عباس، ولكن بوعلام ناروم تريد القول شيء قبل ان نطرح عليك سؤالا؟ انا ما عجبنيش رضا كيقول نتشائم يعني لا ماشي فهمتك. تفاءل خير، تفاءل خير. لا نتفائل خير. انا فاهم كل المعطيات صح. بالك نروحوا للمونديال ونروحوا لا كوب دافريك، مي اسكو هذه لم يبقى لي الا 3 دقائق من الوقت. بوعلام ناروم هو يقول لك صح. انا اكثر حماسا من فتره سابقه. هل ترى بأنه قادر بعيدا عن التشاؤم، بعيدا عن التفاؤل، من خلال المعطيات اللي عندنا؟ احنا عندنا لاعبين خلينا نقولها صحيح انهم نجوم واسماء وتعطات للجزائر وتبقى جزائريه واعطات، ولكن ايضا تقدر تفرض رايها على الناخب الجديد. في ظل كل هذا الوضع تقدر يكون هذا المدرب مهم بالنسبه للمنتخب الجزائري وانت على مباراه هامه حاسمه امام نيجيريا ثم تذهب الى كاس افريقيا. هو على كل الان على شخصيته وعلى شغله احنا نتمنى، يعني هو قصته كيقول لك نتشائم يعني بالمعطيات الموجوده، لكن احنا يا نتفائل الخير، دائما نتفائل الخير، لانه الجزائر حتى الان حتى ولو يعني نشوفوا يعني المباراه الاولى تعادل هذوك ما يخليناش كما نقول لك نرميو المنشفه كما كاين 15 نقطه، بارك الله فيك. 15 نقطه وجو توتي بوسيبل. وبالعكس كما نقول لك الان ممكن مع هذا احنا ما كناش نتمناو نصل الى هذه الوضعيه، لكن الوضعيه الان راهي تتحلل من ناحيه كما نقول لك الاعلاميه ومن ناحيه التقنيه. ان شاء الله احنا الشيء اللي نقدروا نقولوه انه ما دام هذا المدرب احنا ممكن الحاجه اللي راهي تمشي لصالحه انه غير كما لعب كوب دافريك ويعرف الاشياء. ممكن الناس اللي كان تاق فيهم وممكن ما مشاوش معاه في الفتره هذيك ممكن انا راح يحتاط. هذا ما تقوله رضا عباس، يقول بان اغلب التونسيين يقول لك، وتحدث مع خالد بدر، تحدث مع كثير من اللاعبين، يقول لك انه ليس صالحا للمنتخب الجزائري قياسا بمستوى اللاعبين وقياسا ايضا بالقدرات الفنيه التي يملكها هذا المدرب. هذا ما يقولونه. شوف لو سي في سي تري امبورطون، التاريخ سي تري امبورطون. درك انا هذا المدرب كان في لو كران بعد 12 الجوله 12 له كما نقول لك لازم له طقم، وحنا لازم هذا وقت لازم تكون عندنا عقليه انه الطقم يا قادر تجيبوا 18 تاع مورينو، يا اذا ما تجيبش هذوك لازم دير الناس. قبل أن نذهب اذا راح
تبقى كما نقول لك. سأطرح عليك سؤال بمختصر قبل أن نذهب إلى رضا عباس. أعطيك الكلمة رضا عباس. كنت وراء جلب حليلوزيش لأن كنت في المديرية. ما ليش جلبه، لا درست ملفه. درست ملفه لأنك كنت من الناس اللي اقتنعوا بحليلوزيش، والجميع يرى بأنه كان خيارا صائبا بدليل النتائج التي حققها هذه المرة بدون مديرية فنية. ألا ترى بأن من غير المنطقي أن رئيس الاتحادية هو من يقود، هو من يرى هو من يرى تلك السيارة الذاتية؟ والله نحسب الصحافة عرفنا كما قال الأخ رضا أنه كانت فيه لجنة. أنا يوم كنت هناك نعرف أنه كانت فيه لجنة وكنا موجودين في المكتب. نعم. وبعدين قدمنا كانوا 2 أو 3. نعم. حتى كان الثاني لو جبناه كان ممكن طوشك، يعني كان أنا دار صحيح دوزيام بوزيسيون. يعني تشوف هذه الأشياء أنه كانت. لكن الان اذا احنا قرينا انه كانت فيه الجنة والاخ رضا يقول لك انه ما فيش، هذا يعني سؤال كان ما نقدر نجاوب. لم يتم ذكر ولا اسم من هذه اللجنه. تفضل. نطرح لك سؤال الشيخ ثاني نعزو بزاف طبعا كلنا نحترم اللجنه هذه. وشكون هي اللجنه؟ عطي لي كاش اسم برك اللجنه باش نعرفوا اللي كنا فيها احنا. لا ماشي انت، هو يقول لك استنادا على كلامك. انا اللي نهضر. بكري في وقتكم كانت مديريه، كانت شويه مديريه، كانوا الناس كانت بنايه، بدينا نبني. شوف حكيم لو بروبليم بالك الشيخ وانا نشاطروا الراي. شوف كاين الا النتائج والوقت اللي راح يثبتوا هذا جورج ليكانس راح ينجح ولا ما ينجحش. صح. الاكيد كاين معطيات، هذوك المعطيات تخلينا اننا نتشائم. مش هما المعطيات اللي هما رضا انا نقولهم لك دوكا. اولا هاو كان يقول الشيخ لازم ان ستاف تكنيك، لازم ان ستاف تكنيك ايطوفي. هذا المعطى غير موجود. نكمل لك حكيم ان شاء الله يكون. شوف المشكل احنا رانا جبنا مدرب. الاشكاليه في رئيس لا سونتراليزاسيون دو بوفوار هذا واش معناتها؟ معناتها كي تجيب مدرب الانترلوكوتور الوحيد معاك سي راوراوا، غدوه يغيب راوراوا تصرى مشاكل في المنتخب الجزائري. هذا واش نفهم. صحيح. هذه وحده. ثانيا لازم على هذا اللي كي يجي صحيح انه كان في 2003 كان يقول لنا دوما دركا ما كاش دوما. لازم نفهموا هذا جورج ليكاس باللي هذا الشعب الجزائري يفهم الكره الجزائريه حبه ولا كره. لازم يفهم باللي ان سارتان بوعلام لاروم يمد الشهادات للمدربين الكبار. طبعا لازم يفهم باللي احنا في الجزائر اوني با دي نوزيف. وهذه النقطه اراد البعض بان يمحيها. كما يقولوا احنا ما جيناش من عدم، عندنا تقاليد. اوني با اون ناسيون دو فوتبول باسكو اون ناسيون دو فوتبول لازم تتقاس بالانجاز، تتقاس بالعدد المنخرطين. لكن عندنا كان 250,000 يورو. انا لا اوافق، مثل ما لا اوافق بان يتم تبذير الملايير من الاموال الجزائريين في اي مشروع. نعم سأذهب قبل ان اذهب الى ابو علاء باعتبارك انك كنت في تلك الفتره طبعا مع جورج ليكاس. اتذكر جيدا لما كان ايضا سعيد حدوش في الحصه اللي لما كنت في التلفزيون الجزائري قيل انك كنت وسيطا طبعا مع سعيد حدوش بقدوم جورج ليكاس. كنت ايضا في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، صحيح؟ اولا انا ذاك انا كنت مكلف بالاعلام في الاتحاديه. نعم ومكلف بالاعلام ناطق رسمي. لن ازيد على ما قاله سيد اعلام لاروم منذ حين عن الرجل. انا لا اريد ان ازكيه ولا اريد ان انقص من قيمته لانني 13 سنه الان ما عرفتوش، مش عارف كيف صار الان هذا الويكند، ولكن لن اضيف اكثر مما قاله. هو كان انسان محترم، كان انسان محترم لمن حوله. نعم لكل الذين كانوا يعملون معه. بس تقول لي ما عندوش قدرات، يكذب من يقول لك بانه ما عندوش قدرات. لم تجب. كنت وسيطا حفيظ؟ هل كنت وسيطا في جلبه الجزائر سنه 2003؟ لم اكن اعرفه انا قبل 2003 لم اكن اعرفه، وبالتالي لم اكن وسيطا. حتى ولو كنت وسيط فانا كنت عضو في الاتحاد الجزائري. طبعا تتوقع ان ليس ما وسيط، ليس ما وسيط. توقعاتك بالنسبه لهذا الوسيط اليوم راهو يتقاضى اموال، الوسيط الان راهو يدير. مؤكد تريد باختصار. نعم. لا باش نضيف واش كان يقول حافظ برك. حتى جورج ليكانس ولا حتى لو كان جبنا رودي غارسيا ولا نابورت كان اونترينور كبير ما يكفيش هذا، لانه هذا المدرب ما عندوش العصا السحريه. الاشكاليه وين راهي في المنتخب الجزائري؟ هو عندنا بنك الاحتياط، الطاقم الفني تاع المنتخب الجزائري انا اعتقد انه ضعيف. لانه صح انه رئيس الاتحاديه يتحدث عن الاستقرار ببقاء نغيس ومنصوري، لكن لازم يطوفي لو ستاف تكنيك باش هذا المدرب تكون هناك عمليه استقرار. لانه احنا المشكله في الجزائر في الطواقم الفنيه لي زادجوان بين قوسين لي زادجوان في المنتخب الجزائري ما كانوش يأدوا الدور تاعهم
وهذا ما نتحدث عن معه مع بوعلى ماروم. اخي سؤال حفيظ الراجي حتى نختم معك، طولنا عليك طبعا. تتوقع النجاح لهذا المنتخب قياسا بالسيره الذاتيه تاعو، قياسا بالنتائج اللي حققها مع المنتخب الجزائري او مع منتخب تونس او مع الانديه اللي دربها؟ تتوقع نجاحه في ظل الامور اللي حدثت مع المنتخب الجزائري مؤخرا؟ اولا اتمنى نجاحه. تتمنى لا تتوقع؟ اتمنى نجاحه، اتوقع ان يكون فيها رده فعل من جانب اللاعبين في المباراه امام نيجيريا، لان الامر بالنسبه اليهم تحدي كبير، الامر بالنسبه اليهم قضيه حياه وموت، الامر بالنسبه اليهم هي قضيه رد اعتبار على كل ما حدث وعلى كل ما قيل. انا اتوقع ان يكون رده فعل. اعرف عن ليكانز بانه قادر على اشعال تلك الشعله في اللاعبين، قادر على تحفيزهم لانه يعرفهم جيدا، يعرف كل اللاعبين جيدا، لن يكون بحاجه الى وقت لكي يتعرف عليهم. انا اتوقع واتمنى ان تكون رده فعل قويه، اما ان ينجح المدرب او يخطئ فهذه النتائج هي التي تحكم. والمباراة أمام نيجيريا كأس العالم وكأس إفريقيا ستكون معيارا مهما بالنسبة لمحمد راوراوا حتى بقاء أو رحيل شهر فيفري المقبل. شكرا جزيلا حفيظ الراجي، كنت سعيدا بتواجدك معنا. شكرا جزيلا. بوعلى مناروم، لم نشرك كثيرا في هذه، عفوا على المقاطعة لأنه كان قد دخل رضا عباس حول هذه الأمور. بالنسبة لهذا المدرب بعد الفترة الطويلة، هل يمكن قياس مدى نجاح مدرب خلال تجربته مع المنتخب الجزائري أو مع منتخب تونس أو حتى مع النوادي اللي دربها؟ آخر نادي الأوكران تخلى عليه بعد نتائج 3 انهزامات متتالية ونتائج سلبية. 12 مقابلة حصد 10 بعيدا بوعلى مناروم عن إنسان طيب غير طيب يتعامل مليح. الآن إلى الأمور الأخرى، تفضل. أكيد اسمح لي، يعني حوالي تقريبا ساعة. الآن أنا مرتاح أنه عندكم نقاش خاص بالصحفيين. أنا اليوم فهمت أشياء يعني ألا يسعدنا لما أنت تشاركنا في الحديث. لا يعني كان الحوار تاعكم شيق، ولازم احنا ندير مجهود باش نفهم، يعني ماوش فني. تواضعا من الكبار، هكذا هم الكبار. تفضل. لا نحاول نقرا، يعني تفضل هم الكبار. بين الاسئله والجواب في اشياء لازم، يعني ماوش سهله، لكن الحمد لله الان يعني انا يعني كما نقول لك مجيئي لهنا وما ننتظره اكثر شيء ان شاء الله، كما نقول لك نفيد اكثر شيء كما نقول لك المتفرج الكريم. سؤالك في محله، لأنه أنا لو سمحت دائما عندي ناس نركز عليهم بس ننطلق. نعم. الشيء اللي كمل به الأخ رضا قال لك الآن نجاحه يقدر يكون يبدأ منين؟ الآن الإمكانيات موجودة، حتى ممكن ليكانس الآن متحمس على كل الأشياء الموجودة الآن موجودة، صح؟ الان شيء ثاني انا نشاطر رضا في هذه، الان لازم، وانا دائما نتكلم عليها، نحاول نطوفيو لو ستاف تكنيك كي سور ليشال انترناسيونال راهو يلحق حوالي 14 نسخش. يعني لو ناخذ لي زادجوا يكونوا اذا كانوا 14 بالصوره اللي هما موجودين حاليا لا نستحقهم، ياخذون الاموال فقط، لانه البعض سامحني بين قوسين يضع الى لي بلون، وتحدثنا مع بعضهم لا يعرفون، سامحني مع احترامنا للمدربين. تفضل. بارك الله فيك. يعني انت شوف، انا نقول لك الشيء المفروض يكون. نعم. بعدين لو نحاول نناقش او كما نقول لك نحاول نحلل. الان هذا يعني المدرب لو نشوف، يعني باش تشوف يعني حتى في تغيير كثير من 2004 و2016. طبعا هو يوم جاء ليكانس في المره الاولى كان فرد يجي معاه ماناجر باش يقوم له من الناحيه الاداريه، اليبوك يزابلي سا لو ماناجر دو ليكيب، يعني هو اللي يقوم حتى بالرحلات، يعني حتى كيف يقولوا يعني مغادره الملعب، يعني كلها اشياء. حتى الحق هذا جاب ستيفان باول حتى الحق هذاك، حتى الحق وين يدير سكوتينغ، لانه كانت لا فيديراسيون انذاك كانت تحوس نفسها، يعني بكل صراحه. الان هو متحمس، الان انا نشاطر اخ رضا، الان احنا لازم هذا وقت انه لازم كل مدرب اذا جبنا مدرب اجنبي يعني دائما نديروا مجموعه تكون معاه. حتى هو كان معاه اظن في الفتره هذيك كان معاه بوعراطه واستقل. بوعراطه استقل لانه كانوا يعطوا له 80 مليون في ذيك الفتره، ثم جاء محمد ميهوبي. نعم.
هذه الامور البعض لا يريد ان يذكرها. تفضل. هذا ساذكرها. هذه من باب الصحافه يعني. متعود عليها. نعم. لا لكن احنا حبينا كما قلت لك الان كما نقولوا وجود منصوري يعني بكل صراحه يعني موجود لا محل له من الاعراب. يعني كما نقول لك لو كان كورديناتور، لو كان عندنا واحد ممكن نقولوا وطني كما كان رابح عنده مشاكل مع يعني المغتربين نقولوا ممكن، لكن هذا صار حتى صار انه ممكن يتدخل. شفنا بعض الاحيان بالورقه وستيلو في البنك وممكن يتدخل في اشياء. قيل لنا بانه مناجر، بعد ذلك توفيق قريشي من يدرب المدربين هكذا قيل لنا بانه قال باللي هذا ليس بمدرب انه مناجر، الان هو اللي يتدخل. في ظل هذا الوضع ابو علاء نارم عفوا، في ظل هذا الوضع بالنسبه للمنتخب، الاحداث اللي صارت بعد مواجهه الكاميرون قبل بعد وما سمي بانه فيه مشاكل كثيره بين اللاعبين، ترى بان هذا المدرب قادر على مص تلك المشاكل واعطاء قوه لهذا المنتخب امام مواجهه مصيريه مع نيجيريا؟ شوف الان الشيء اللي قالوا اخ دراجي انه ما نقدرش نحكم على واحد، لكن الان هذا كما عرفناه حتى الان هذا يعني قادر لهذا الفريق ولهذا اللاعبين كما راهم. نعم. يعني كما نقول لك النتائج شيء ثاني، نتائج شيء ثاني. نعم. لكن كما نقول كانت فلوس قال بين قوسين هل مسموح لراوراوا باش يجيب المدربين؟ يعني من ناحيه نهضروا من ناحيه الدوله، يعني هل مسموح له هذه؟ نعم. لكن احنا من الناحيه الفنيه لازم نشوفوا هذا المدرب الحالي